السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيكون فيديو جديد من سلسلة ازاي، ودي بلاي ليست هتلاقيها لوحدها على القناة. في كل فيديو بنعرف ازاي نعمل حاجة جديدة على بلندر، وفي الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل تأثير الجيلي بالشكل ده على بلندر. فيلا بينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. أول حاجة هعملها أول ما أبدأ إن أنا همسح الكيوب واللايت دول، فهختارهم كده وهعمل إكس وديليت، وبعدين هعمل اد مش بلين علشان يكون ده الأوبجكت اللي أنا هحوله جيلي يخبط فيه. فهعمل اس واعمل سكيل حاجة زي كده وكنترول A وهعمل ابلاي سكيل. بعد كده علشان افهم البرنامج ان انا عاوزه الاوبجكت اللي هيتحول جيلي يرياكت او يتعامل او يتفاعل مع البلين ده، فانا هاجي على البلين ده ومن الفيزيكس تاب من هنا هروح اعمل ريجيد بودي وهخلي الاكتف دي باسيف، وهقفل الريجيد بودي، وبعدين هعمل كوليجن وهقفلها وهخلي الريجيد بودي هي اللي فوق بالشكل ده. وبس كده، ده كل اللي انا هحتاج اعمله للبلين. بعد كده هعمل اد مش، وطبعا تقدر تختار اي حاجه انت عاوز تعملها. في الفيديو ده انا هعمل يوفي سفير، بعد كده هعمل جي زد علشان ارفعها لفوق حاجه زي كده، وتاب عشان اروح للاديت مود، وكليك يمين وهعمل سب ديفايد. خلي بالك انه مهم جدا ان انت تعمل سب ديفايد علشان التاثير يبان كويس، مش بس لليوفي سفير، لاي اوبجكت انت هتعمله. بعد كده هرجع تاني تاب على الاوبجكت مود وهعمل كليك يمين وشيد سموث. دلوقتي ممكن اعمل لها سكيل حاجه بسيطه زي كده، وبعدين كنترول A وابلاي سكيل، وبقت الكوره جاهزه عندي. بعد كده علشان احولها لجيلي هروح برضو من الفيزيكس تاب، بس لازم اكون متاكده طبعا ان انا واقفه على الكوره اللي انا عاوزه احولها او الاوبجكت اللي انا عاوزه احوله. ومن الفيزيكس تاب هروح اختار سوفت بودي. من سوفت بودي من هنا هقفل جول وهفتح سيلف كوليجن. ومن الادجز طبعا انت تقدر تتحكم في القيم دي بالطريقه اللي تعجبك. افضل جرب لغايه ما تلاقي افضل قيمه بالنسبه لك، وافضل جرب لغايه ما تشوف تاثير كل واحده فيهم بتعمل ايه على الاوبجكت بتاعك علشان توصل لافضل نتيجه بالنسبه ليك انت. بس عموما القيم اللي انا عملتها في الانيميشن بتاعي ده او الفيديو بتاعي ده، انا جيت على البول هنا وعملتها 0.8 ودوس انتر، والبوش كمان 0.8، والدامب خليتها 1، والباندنج عملتها 3. بعد كده هروح افتح ستيفنس من هنا، واخر حاجة هحتاج ان انا اعملها هقفل كل ده بس كده، وهعمل لها كوليجن علشان برضو اقول للبرنامج ان انا عاوزة الكورة دي تخبط في البلين دي. بعد كده دلوقتي لو دوست بلاي، مجرد ان انا هدوس المسطرة من على الكيبورد او السبيس بار، هيبدأ انه الانيميشن يحصل عندي بالشكل ده. طبعا هو ممكن يكون تقيل على البرنامج، فاديله وقته تماما لغايه ما يخلص الانيميشن بتاعه، وبعدين يعني شوف بالتقريب اخر الانيميشن قد ايه. فانا عندي مثلا 120 فريم، فانا هاجي على الاند هنا وهخلي دي 120، وكمان من تحت سوفت بودي هنا من الكاش خليها اخرها 120. وبعدين اخر حاجه هتعملها ان انت هتعمل بيك وهتستناه يخلص، وده علشان ما تفضلش مستني كل مره ان هو يفضل يرندر. فبعد ما تتاكد ان ده خلاص السيتنجز اللي انت عاوزها بتعمل بيك بالشكل ده. اول ما يخلص دلوقتي البيك، لو دوست على السبيس بار هتلاقيه اشتغل بسلاسه بالشكل ده عن الاول، مش هيحتاج كل مره بقى ان انت تستناه يرندر من اول وجديد. لو مش عاجبك الانيميشن ده او لو غيرت حاجه في السيتنجز، خلي بالك ان انت لازم تعمل ديليت بيك وترجع تعمل بيك تاني. وبس كده، هي دي الطريقه اللي انت ممكن تحول بيها اي اوبجكت عندك لاوبجكت جيلي. والحاجه الاخيره علشان الماتيريال يكون شكلها جيلي فعلا، طبعا اتاكد ان انت تسيف، لان البرنامج هيتقل منك وممكن في اي وقت يقفل منك، فلازم تتاكد ان انت عامل سيف. بعد كده علشان تديله الماتيريال بتاعه الجيلي هتروح على الماتيريال وهتعمل نيو ماتيريال، ومن السيرفيس من هنا هتديها جلاس BSDF، وممكن نقلل الرفنس حاجه زي كده، واللون هتديله اللون اللي انت عاوزه تماما ايا كان ايه هو. بس انت مش هتشوف طبعا التأثير كويس غير لما تروح على الريندر بريفيو بالشكل ده. وبعدين هنحتاج ان احنا نعمل اد لايت علشان الدنيا تبان عندنا، فهعمل اريا لايت وهعمل جي زد وهرفعها لفوق، وسكيل وهكبرها حاجه زي كده، وهاجي من الباور هعليها هخليها مثلا حاجه زي 300 مثلا مؤقتا. وبعدين علشان نشوف الريندر كويس هروح من الريندر وهخلي دي سايكلز، هخلي الماك سامبلز حاجه بسيطه قوي علشان اخفف الشغل على الجهاز شويه مؤقتا لغايه ما الماتيريال وكل حاجه انا عاملاها تعجبني. فهخلي الماك سامبلز
500 وهخلي الديفايس GPU compute. وممكن طبعا ان انت تروح تقلل الرفنس على الاخر لو انت مش حاببها مثلا ان هي كده، ولو عاوز ان هي تكون اقل اصلا ممكن تزودها كمان حاجه زي كده. فخليني دلوقتي بس اقلل الرفنس وبعدين هعمل بلاي، هيبقى عندي حاجه زي كده. والحاجه الاخيره اللي هتبقى معاك ان انت تظبط اللايتنج لغايه ما يديك التاثير اللي انت عاوزه مع الاوبجكت بتاعك. فبس كده، دي كانت الطريقه اللي انت ممكن تحول بيها اي اوبجكت لجيلي. فيا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو بفكرك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعلشان تدعم القناه كمان. ولو ليكوا اي اسئله او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.